النهارده هنجرب الاكل التركي. لقيت محل تركي وجبت منه حاجات كتير جدا، فقلت اجربها معاكم. رجعت لكم تاني بعد ما عملت الحاجه. ف ده عملت بيض بالبسطرمه، وكمان في السجق البقالي. لقيت فيه عندهم سجق بقالي. ده شكله سجق بقالي. بيبقى عامل كده، بيبقى شكله كده اهو. ده بيبقى شكله عامل زي السجق البقالي بالظبط. انا معرفش طعمه ايه، بس قلت اجربه لكم. فدي عملتهم بالبيض. وعلى فكره لقيت عندهم نوع من انواع الفلفل الاسود شكله غريب جدا. هو مش يعني مش شبه الفلفل بتاعنا. بصوا مش عارفه باين يعني مش شبه الفلفل بتاعنا. بيبقى تقريبا يعني مش مطحون، او يمكن هو نوع من انواع الفلفل الشطه، بس بيبقى اسود، يعني لونه اسود. انا مش عارفه ده نوعه ايه بالظبط يعني، بس جربت عملت بيه، قلت اجرب منه. عايزه ادوق طعمه كده، اشوف ده بيبقى حراق قوي زي بتاعنا ولا ايه. خد حته كده على الطرف لساني. لا هو مش حراق، هو فيه لسعه كده، لسعه حلوه، بس مش اللي هو الفلفل الحبوب بتاعتنا. هو غالبا نوع من انواع الفلفل بيجففوه وبيطحن، بس طعمه حلو قوي. طيب هنجرب ايه البيض بالسجق الاول. عايزه اجرب السجق الاول لوحده. دي السجق لما بتتقطع دي شكلها. طعمها مختلف عن السجق البقالي بتاعنا. مدي شويه على البسطرمه، بس حلوه قوي، حلوه قوي، تحفه. ديت البيض بالسجق. بسم الله. مم. 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 الله، صراحة بداية مبشرة. تحفة تحفة تحفة. دي شكل البسطرمة التركي. ندوق هل هي طعمها زي، ما فيهاش ريحة قوي، ما فيهاش ريحة زعقة قوي زي بتاعتنا، بس نجرب. بسم الله. باين فيها الحلبة والثوم، لكن مش مالحة قوي زي البسطرمة المصري. والنكهة فيها مش جامدة زعقة قوي. احنا بتاعتنا بتبقى تجيبك من اخر الشارع كده هو. لكن دي حلوة، هادية وخفيفة. طيب نجرب حتة متحمصة هنا اهوت، انا عايزاها. هي دي بالبسطرمة، ونجرب. الله، يا لهوي، متحمصة جميلة قوي. سامعين القرمشة؟ الله. انا مبسوطة، سبحان الله. قد ايه الاكل ممكن يغير مود البني ادم. يعني ممكن انت تبقى متضايق، تاكل اكله حلوه تلاقي نفسك
انشكحت كده هوت واتنعنشت وانبسطت. انا مبسوطه. طيب هنجرب المخبوزات. طيب هنجرب بقى البوجوكا. هنفتحها ونشوف من النص عامله ازاي. هي المفروض محشيه جبنه، المفروض جبنه وزيتون، بس انا مش شايفه اياتها زيتون، بس هنجرب. ريحتها حلوه. ده ريحه حبه البركه. حلوه. اعتقد عامله زي البوريك. دوق معاها طيب الزيتون. ده شكل الزيتون من جوه. بصوا. بصوا بيبقى عشان خاطر بيبقى بيتجفف تقريبا او حاجه كده بزيت الزيتون، يعني بيتجفف بزيت الزيتون. ف طعمه حد قوي. انا عايزه اخد مع حته من دي. لطيفه. بس الصراحه بعد البيض بالبسطرمه والبيض بالسجق ما اعتقدش ان هيبقى فيه حاجه ممكن تنافسهم. هنجرب بقى بعد كده ايه الاكمه. بصوا كده الاكمه دي شكلها. هي من النص برضو محشيه جبنه. غالبا معظم الحشوات بتبقى بالجبنه او ممكن بالواحد. انا بحب الجبنه عن نفسي، انا بموت في الجبنه. وندوق بسم الله. يعني طعمها مش مختلف كتير عن دي بس لطيفة. لا بصراحة عارفين لما تاكلوا الحاجة مع بعضها بتحسوا باستمتاع أكتر. أنا هسيب السميط مع الحاجات التانية عشان نجربها. هنجرب دلوقتي الجبنة. هي دي بتبقى شكلها مليانة مية محفوظة في مية. فدي شكلها هحاول أطلع لكم. استنوا هطلع لكم الجبنة أوريكم شكلها عامل إزاي. أوكي بصوا هما بيبقوا عاملينها قوالب كده هوت. هي العلبة دي فيها 3. فهنجرب. دي شكلها. تمام. حلوة قوي قوي قوي. مختلفة عن أي جبنة دقتها قبل كده. تعرفين هي ما بين، يعني أعتقد إن هي طعمها ما بين الجبنة البيضة والجبنة الشيدر. مش عارفة ازاي جمع الاتنين دول مع بعضيهم، لكن طعمها تحفة. الله. طب استنوا نجربها مع السميط. أنا من حلاوتها باكلها حاف. نجرب مع السميط. أنا أحط حتة حلوة كده أحطها على السميط كده هتبقى كبيرة قوي. اهي كده. بسم الله.
مم. 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 خد قلبي، بجد خد قلبي. طب السميد ده لوحده عامل ايه؟ قريب من العيش الفينو بتاعنا اللي بيبقى مليان سمسم، او لا، عامل زي الكريسينا اللي هي البقسماط الناشف اللي بالسمسم، اللي بيبقى تخين شويه ده، بس طري، حلو قوي مع الجبنه. يا لهوي، انا شكلي مش هخلص الفيديو ده هو. استنوا اما اعمل اللقمه الكامله المتكامله، اللقمه الكامله المتكامله. مم. 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 لا تعليق، شكلي باين عليه. يا لهوي، صراحة أنا مش لاقي أي حاجة وحشة لغاية دلوقتي. مم. الله، فظيع. طيب نجرب، نجرب إيه بقى؟ نجرب اللبنة، نشوف إيه اللبنة التركي. دي شكلها من جوه يعني لبنة عادية دي. إيه؟ فنجرب الأول، ندوق كده. دي قوامها تقيلة. لا 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 لا، مش ممكن. تحفة تحفة. قشطة. لا 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 لا، دي مش ممكن تكون لبنة، دي قشطة. قشطة قشطة. يا لهوي، أنا مستمتعة. مم. لا بجد، أنا عايزة أسافر تركيا. طب نحطها مع حتة، مع، أعمل إيه كده. مم. تحفة 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 تحفة. نجرب بقى اللانشون بتاعهم عامل ازاي. ده اللانشون، يعني هما بعتنهولي في طرد، فكانوا حاطينه في عبوة كده مع محكومة. ده شكله، ده شكله. فندوق. حلو. طعمه شوية زي البيفي اللي في مصر أو حاجة زي كده يعني، بس طعمه لطيف، طعمه حلو يعني، تستمتع بيه. ونشوف اللحمة الباردة. طيب دي شكلها، دي القطعة بتاعتها، شكلها مغري صراحة. يا لهوي. ريحتها حلوة أوي. مم.
طعمها مختلف عن اللحمة، مختلف عن اللحمة الباردة بتاعتنا، قريبة للانشون شوية بس لطيفة. من بره الحتة السودة دي، شايفين مش عارفة اذا كان باين ولا لا، الحتة السودة دي ده الفلفل ده، مغلفينه بالفلفل ده، فبيدي كيك لطيفة. انا عايزة ادوق الحتة اللي فيها الدهنة دي، عايزة اشوف طعمها ايه الحتة اللي فيها الدهنة دي. امم حلوة حلوة حلوة، انا مستمتعة. طيب اخر حاجة هنجربها، نحلي مع كوباية ايه، شاي تركي. ده شكل الشاي التركي، المفروض ان ده شاي بالإيرل جراي، إيرل جراي. بس الإيرل جراي ده اعتقد نوع من انواع الزهور. ده شاي من الانواع الفخفخينة يعني فاخرة، فحاطين فيه الزهور بجد يعني. فهعمله وارجع لكم تاني. طيب دلوقتي ايه، نحلي بقى بعد الوجبة الممتعة دي هيت. ده لو الأتراك بياكلوا كده كل يوم لوددت أن أكون تركية. لا بس الأكل المصري برضو لا يعلى عليه يعني صراحة يعني، بس لا أكلهم بجد حلو. طيب هفتح الكايماك. طيب ده منظر الكايماك، لا قشطة، بس هل مختلفة بقى عن القشطة القشطة بتاعتنا دي، القشطة. ودي الحلاوة، حلاوة بالبيستاشيو. طيب اوكي، وفي عسل بقى جبلي، احط عليها سيكة. يا لهوي، ونجيب ده الشاي التركي. دي الباكيتات اللي كنت وريتها لكم قبل كده اهوت، اللي قلت لكم ان انا بحط فيها بجيبها عشان احط فيها الشاي السايب بدل ما اقعد انتشله او اقعد اشربه. ما بحبش اشرب الشاي السايب كده. فهو ده، هو طبعا الشاي التركي اللي على اصوله بيبقى له براد خاص. هحاول ادور على صورته، بيبقوا برادين فوق بعض كده هوت، علشان خاطر يعمل نوع من انواع التبخير، او يقعد يعمل زي سيمر كده هوت، يقعد يغلي الفترة علشان خاطر يطلع النكهة بتاعته. الشاي لما بيتعمل كشري كده هوت مش هتطلع نكهته مظبوطة. فعلى ما الشاي يخرج شوية هنجرب بقى، نشوف الحلاوة الأول لوحدها. عايزة أدوق حتة بالبيستاشيو، أدوق حتة كده. سكرها أخف كتير من الحلاوة المصري، لطيفة، طعمها حلو قوي. عايزة أدوق حتة كده مع القشطة. استنوا، القشطة دي لوحدها، القشطة. مين زي بيحب القشطة؟ اللي بيحبوا القشطة يجوا كده هوت، واللي بيحبوش القشطة يجوا كده هوت. أنا عيالي هيجوا من الناحية دي ما بيحبوش القشطة، ناس غريبة، في حد ما يحبش القشطة؟ هندوق حتة مع إيه؟ مع الحلاوة.
انا برفرف صراحه. انت تاكل الاكل ده وتحس انك انت في عالم تاني، يا لهوي. طيب وبحته بقى ايه سميته بصوا بالعسل بقى، قشطه وعسل، يعني مفيش في الدنيا احلى من كده. استنوا حته كده، حته عسل كده. يا لهوي. امم امم ده احلى فيديو انا عملته حتى الان، انا مستمتعه، انا مش عايزه اخلص الفيديو. امم وندوق بقى الشاي. ريحته ورد. بسم الله. انا صراحه عمري ما شربت الشاي سخن قوي كده اهوت. ثانيا ده محتاج يقعد شويه علشان خاطر يبتدي يطلع النكهه بتاعته، عشان خاطر ما يتظلمش. هو طبعا دلوقتي باين ان هو خفيف بالنسبه لنا كمصريين، يعني احنا بنحب الشاي تقيل. ف هو ريحته حلوه. مش باينه طعمه قوي، بس انا متاكده ان هو لو اتعمل صح هيطلع طعمه حلو، لان هو وهو خفيف كده هو طعمه حلو. لكن علشان بيبان بقى نكهه الايرل جراي البرجماونت ونحس بيها، لازم يتعمل صح. صراحه هيتظلم، لان هو نوع كنوعيه شاي فخمه جدا حلوه جدا. فانا اذا قدرت ان انا اجيب البراد ده هو هبقى اعمل لكم شورت او حاجه على الشاي اللي بتعمل بيه. في حاجه تانية لقيتها اسمها دبس العنب. دبس العنب مش عارفه، انا قريته، هو قالوا ان هو بيبقى مزز شويه. ده بيبقى شكله باين. في ريحه مش عارفه. على حسب ما قريت ان هم بيستخدموه، مش بياكلوه، ما بيستخدموه في الطبخات والحاجات اللي زي كده، لانه بيبقى فيه نوع من المزازه، فبيدي نكهه مختلفه للاكل. انا بس كنت عايزه اجرب معاكم دلوقتي. نشوف. والله لطيف. انا كنت فاكراها هيبقى هم بيقولوا ميزز ايه. والله طعمه حلو، يعني مش هقول لكم مش زي دبس الرمان خالص. دبس الرمان بيبقى فيه مزازه، بيبقى فيه حلاوه لكن فيه مزازه، لكن هو فيه نكهه مختلفه قريبه من دبس قريبه من العسل الاسود، وممكن دبس التمر، بس حلو قوي. كانت تجربه ممتازه ممتازه. الفيديو ده هو فيديو انا هعمل له بين في حياتي،
صراحة الأكل تحفة تحفة تحفة. مفيش ولا حاجة من اللي أكلتها من اللي جربتها كان طعمها وحش، يعني أقل واحد فيهم طعمه حلو، لكن كله طعمه تحفة تحفة. أنا استمتعت جدا بالفطار التركي جدا. أتمنى أن انتوا تكونوا استمتعتم بالفيديو زي ما أنا استمتعت بيه النهاردة، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.